السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله اليوم جيتكم بوصفة جديدة، وإن شاء الله نعملها مع بعضنا، واللي هي وصفة غنية عن التعريف، معروفة عنا في تونس ونحبها برشا وبرشا. عرف الوصفة من بداية الفيديو، واللي هي العجة بالمرقاز التونسي اللي مخدومة في الدار. هذه هي الوصفة متاع اليوم. إن شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم، ونبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير الوصفة اللي هي على طريقتي. لهني كي عندي مركز، هذا كما قلت لكم المركز مخدوم في تونس، خدمته أمه وعطته لي، ربي يحفظها ويطول في عمرها. هو ديجا راهو المرقاز هذا مسلي مقلي شويه، مقلياته شويه. لهني كي اني دوبلي قليته شويه، ما خليتوش يتقلي ياسر، ديجا مقلي قبل. لهني كي باش نضيف لها طماطم كعب ولا طماطم حب، كما قاعدين كتشوفوا معايا في الفيديو. كيك نقطعهم ونخليهم هكا يتقلاو شويه، خلي الطماطم هكا تتقلى شويه كما قاعدين كتشوفوا معايا في الفيديو. نغطيو عليها باش ما يطيش الزيت المرقاز والطماطم. يعني كي بعد ما قلت لهنا عندي هريسة عربي، والهريسة العربي زادة مخدومة في الدار. الهريسة العربي هذه مفوحة فيها لي زيبيس الكل، التابل، الكروية، الثوم، معناتها حاضرة. زادة خدمتها لي الوالدة ربي يحفظها. لهني كيما تشوفوا نقليها كيك بالقدام، نقليوها كيك مع بعضهم، نخليهم يتقلاو بالقدام. هي راهي العمدة على الهريسة العربي. نقول له هريسة عربي، فما اللي يسماها في الجنوب هروس، اما احنا في البلاصة نسكن فيها هريسة عربي. نخلي مكاكي يتقلاو بالكدا. انا باش نزيد نضيف لها شوية ثوم، هكاك عندي ثوم باش نضيف لها، ديجا هي فاهمة، حبيت نزيد نضيف لها، نهرسهم هكاك ولا نبشرهم كيما تحبوا، كيما قاعدين كتشوفوا في الفيديو وتتبعوا معايا. هذه الوصفة اللي متاع لفلف كما احنا نقولوا بالتونسي، في ساعة ما تحضر وما تطلبش الوقت، اللي تلقاها حايرة وما عندهاش الوقت دورها عجة، دورها عجة بالمركز. والعجة راهي أنواع، أنا نعملها بعدة أنواع، هنا عملتها بالمرقاز كما قاعدين كتشوفوا معايا في الفيديو. نخليوها هكاك تقلى شوية. هنا ضفت طماطم معجونة شوية بركة، عندي طماطم المعصورة، طماطم معجونة، تنجموا تحطوا حتى نصف مغرفة تأكل طماطم معجونة، ما تكثروش خاطر ديجا الروسي يحمروا فيها طماطم الكعب. خليهم هكاك يتقلاو بالكدا ونكملوا مع بعضنا كما قاعدين هكاك تشوفوا في الفيديو. باش نضيفوا لها شوية ماء ونضيفوا لها لي زيبيس كما قلت لكم، راهي هي ديجا الهروس نفاع، اما نضيفوا شويه شويه، شويه ملح، شويه فلفل كحل، راس الحانوت، حطوا لها الواحد، والملح حسب الذوق، شويه فلفل احمر، مكثروش ياسر خاطر الهريسه ديجا حره. يعني كي نضيف لها الماء، والماء زادا ما نكثروش، نخليوها هكاك، نغطيوها عليها ونخليوها تاخذ غلية. هو ديجا كل طايب المرقاز طايب، تاخذ هكا غلية بركة، الصوص تغلى. بعد تالي باش نكملوا مع بعضنا. كما قاعدين تشوفوا معايا في الفيديو. هنا شوفوا بعد ما الصوص هكاك اختارت شوية وغلات، باش نتعداو المرحلة الأخرى، واللي هي باش نضيفوا لها البيض العظم. يعني كي يحطوا على حسب أفراد عائلتكم العظم كما تحبوا، نحطوا لها العظم
وصفة سهلة كما قلت لكم البنات، راهي سهلة وفي ساعة، أما تحضروا بنينة برشا في نفس الوقت، سيرتو كي يبدا المرقاز اللي مخدوم في الدار. المرقاز اللي مخدوم في الدار بيعطاها بنة مش عادية كيما نكا. أنا باش نغطي عليها باش نخلي البيض العظم يطيب شوية، ياخذ هكاك غلوة، ومن بعد نوريها لكم. واللي يوصل له نكاية الفيديو لهنا ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد، كما عودتكم على وصفات سهلة ومقاديرها سهلين وما تطلبش الوقت، وما تطلبش كذاك المقادير. كما لهنا قاعدين نشوفوا العجل هنا بعد ما طابت والعظم ما طاب شويه، نحب العظم مروب شويه، ما نحبوش العظم طايب ياسر. رشيت على كيك من الفوق شويه معدنوس وبصل مقطع كما قاعدين تشوفوا معايا في الفيديو. صدقوني منظرها يشهي وبنينة على خاطر المكونات الكل اللي خدمت بها مخدومين في الدار. هذه هي مع خبز سخون هكاك تاكلها تعمل 66 كيف. هذه هي العجة متاعنا بعد ما طابت، ناكلها بالخبز كما قلت لكم. شوفوا منظرها كيفاش جات عاقدة، وشوفوا منظرها كيفاش يشهي. اللي أول مرة يشوف الفيديو ويشوف الوصفة ننصحه يجربها، يتباع المرقاز موجود عند الجزار، لكن كما قلت لكم المرقاز اللي مخدوم في الدار عنده بنة خاصة، واللي ما عندوش هذاك ينجم يشري مرقاز ويطيبها. شوفوا كيفاش منظرها، صدقوني بنينة قد ما نوصف لكم البنة ما نقدرش نوصفها لكم، لأن بصراحة اللي جربها هو اللي يعرف البنة العجة بالمرقاز، وسيرتو كما قلت لكم اللي نخدومة الهريسة من الدار والمرقاز من الدار، كل شيء حاضر من الدار عنده بنة ولا أروع. هذه هي الوصفة متاع اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. فيديو خفيف يكون وظريف على قلوبكم، حبيتك نودكم قلت علاش لا نصور فيديو وننزله. ما بقى لي كنقول لكم ما تنساوش تشتركوا في قناتي، اللي اول مره يزور قناتي يشترك ويفعل الجرس ويترك لي تعليقه اي وصفه تحبوا نعملها مع بعضنا ان شاء الله. كما العاده وقولتي الشهيره ما تنساوش تجربها. بقيكم على خير وإن شاء الله ملاقاتنا في فيديو آخر، وصفة جديدة نعملها مع بعضنا. مع السلامة.